السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي ندير لكم طريقة عمل القريوش تاع القوطية. يجي ما شاء الله ومطلوب بكثرة. هذه الطلبية جاتني من عند واحد الأخت يتيمة الأم. عندها الفتوح، طلبوا لها ربي يكمل لها بالخير. كانت قالت لي ديري لي ملكة ونخلصك ولا نجيب لك صوالح وديري لي. قلت لها لا، غادي نديرها لك صدقة عليا في هذه العواشر، إن شاء الله يا ربي يتقبل. لتحضير هذا القريوش غادي نديرو 2 كيلات نتاع فرينه. انظروا، الا كيلتي سيدتي فنجان ديري فنجان، باش تتعلمي سيدتي ديري بالفنجان صغير، ما ديريش بالكونتيتي الكبيره. انا نوصيك ديري كيما نقولوا انا متعلماته. غادي ندير هذا الكونتيتي الكبيره وغادي ندوبل باسكو غادي ندير لها بيدو كبير، فهمتي انتي دوبلي. غادي ندير 2 كيلات نتاع فرينه نغربلهم. ودائما نوصيك سيدتي تغربلي الفرينه في كل يعني الوصفات باش الهواء يدخل للفرينه وتجيك يعني الحلوه او القريوش او اي شيء او اي وصفه، نعم. تجيك شابه. ونزيدو الكيله الثانيه نغربلوها كاع. نديرو قرصه تاع ملح هكذا، ونزيدو لافاني تبغي يعني سيدتي بودره او ليكيد. انا غادي ندير الليكيد خير باسكو نظري نديرها بهذه الغبره. هذا خاطر شريت هذا الليكيد يعني يدير 10,000 ما شاء الله، يعني مدوزي بزاف. ندير مغرف لافاني، انا نبغي لافاني فيه يجي شباب ما شاء الله. وراني دايره الدهان سيدتي، راني دايره الدهان يذوب. ديري 1/4 كيلو. انا غادي نقيس معاكم 4 كيلو. هنا نوريلك 1/4 كيلو وتخليه يبرد شويه. 1/4 كيلو هكذا، يعني شويه زيدي على النصف شويه باش يجيك شباب، باش يجيك طري هكذا. نخلطوا هذاك الملح وذاك لافاني اللي درناهم، ونزيدوا الزبده. او انا نبغي على بالكم من نبغي ندير قريوش نبغيه بالسمن يعني، ولا نخلط ايضا السمن مع الزبده، ولا تقدري ثاني ديري الزيت مع الزبده ولا الزيت وحده. المهم يجيك ما شاء الله هذا القريوش هكذا. تخلطي مليح مليح هكذا، تدخلي كاع هذاك الدهان في الفرينه هكذا سيدتي الفاضله. انا زيدت شويه دهان باش يجيني. هي اللي قد ديري 4 كيلو، بصح انا وليت على بالك خاطرش ندير 4 كيلو يعني ويجي شويه يقرمش بزاف. انا باغيه طري ماشي يقرمش، يعني يقرمش ولكن ايضا يجي طري. نزيد شويه على هذاك الربع تاع الكيلو هكذا. تشوفي سيدتي هكذا تدخلي كاع هذاك الدهان ولا المسمن هكذا. ونزيد ندير خمرت يعني الحلوه. كاين اللي ما يديرش بصح انا ندير يعني باش تجي هكا بومبي ويجي يعني طري ما شاء الله. كما قلت لك هكا ديري شوف هكذا ديري سيدتي هكذا. نقولوا تحكيه هكذا كما راكي تشوفي. وكاين اللي غربله، انا ما نغربلهش، راه البرد. كاين اللي غربله، انا شندير انا نحمي المازهر. كاين اللي يدير المازهر مع الماء وكاين اللي يدير مازهر وحده. انا ندير مازهر وحده، نحمي يعني المازهر ونوري لكم. بعد ما حميت المازهر ها هو نزيد معاه 2 مغارف ونص نتاع خل. الخل الابيض ولا الخل يعني كما راكي تشوفي فيه اللون تاعه متغاير. المهم خل فقط 2 مغارف ونص شويه، باسكو انا نبغي ندير فيه الخل بزاف باش يجي هش. و نديرو هنايا ونقعدو نخدمو نلمو في العجينه وهو دافي. دوك الا ما دفيتيش المازهر
ديري سيدتي؟ تغربلي العجين. ما غربلتيش دفي المعصها هكذا. انا نلمها ومن بعد نوريكم. دركي سيدتي مليح مليح هكذا، دخلي في كل المكونات هكذا، راكي تشوفي تدلكيه هكذا هكذا هكذا، ومن بعد تولي العجينه هكا. شوفوا طريه، ندورو هكذا، نغطوه هكذا ونخلوه يرتاح لمده نصف ساعه. شوفوا الشيرات، راني هذا القوطي راني دايرته خصيصا للقريوش، يعني راني ندير فيه ونعاود شحال من خطره. يعني نتوما كي ديروا الزيت ديروا في الربع، ما تكثروش. راكم تشوفوا ما تكثروش الزيت، ديروا في الربع. باسكو علاه كي تحطوا الحبه الزيت ما يفيش على الغاز. فهمتوا؟ هذه يعني النصيحه الاولى باش كيما نقولوا حنا ما تنغبنيش. كاين واحده النصيحه اختي، حنا الزيت تاعنا درناه يحمى. كي تشوفي يعني العجينه يعني ارتاحت لمده نصف ساعه، ولا خليها يعني ساعه ولا ساعتين كيما تبغي سيداتي. كوريها كواري، انا نكورها يعني كريات. اللي عنده الميزان الا بغيتي يعني تجيك الحبات كاع كيف وزني 40 غرام. 40 غرام راكي تشوفي فيها 40 غرام. ها هي وين 40 غرام. ديري يعني كريات وديريهم في الساشي باش ما ينشفولكش، وتبدي تخدمي عادي جدا. شوفي راني دايره الزيت يحمى. توجدي زوج فراشيط، وتوجدي ايضا يعني هذا الطبسي، وديري فوقها الكسكاس هكا باش اللي طيبيها سيدتي تحطيها ديريكت هنا في الكسكاس. ما ترغبنيش. واضحه الصوره واضحه. تجيبي سيدتي الكريه هذيك درناها ديجا، راني دايره ما شاء الله. يعني شوفوا هنا كورتها كويرات ودرتها في يعني ساشيه، يعني كويرات 40 غرام قلت لكم. وتخليها على جهه، خليها رقيقه هكذا يعني، والشكل ما يهمش. ديريها مثلثات، ديريها دوائر. يعني الشيء الجميل في هذه الوصفه انك يعني ديريها يعني وعينك هي مغمضه، ترقيها حتى اللي قاعد يبان يعني لسطح العمل. شوفي السمك تاعها هكذا. شوفي كديري سيدتي الفاضله تقبضي هكا، يعني تقطعيها هكا بالجراره هكذا، وما تروحيش حتى لهنا، خاطر كون تروحي لهنا تتقطع لك. حاولي انك ديريها هكا، يعني تبغي تكبري، تبغي تعرضي، تبغي يعني عينك هي ميزانك هكذا. راكي تشوفي فيها وديري اي خطوط يعني 5 6 7 الى ما لا نهايه كذا، وتقبضي ديريها في الزيت. شوفي ما ينحلولكش، باسكو على بالك انا ما طريتهاش بزاف. لا طريتيها بزاف سيدتي يعني حاولي انك ترفديها يعني بشويه وديريها في الزيت، في القوطي تاع الزيت. انا ما نديرش الفرينه من تحت على سيدتي. شفتيني ما درتش الفرينه، انا ما نديرش الفرينه. كون ندير الفرينه بلا كينحرق لي الزيت. يعني هذه الطريقه يعني جميله جدا. شوفوا كاع ما نحلوش. كاين اللي بزاف اللي تنحللها بصح انا ما ينحلوليش، باسكو نعرف يعني القوام تاع العجينه. دوك نديروها في الزيت ونوريكم. تقبضيها سيدتي هكا وترميها. ساهل الحال وتشوفوا فيها، ومن بعد وديري هكا سيدتي باش تشكل لك يعني شكل جميل جدا. وعلاه حنا نديروها في هذا القوطي، باسكو هذا القوطي يعطيها واحد المنظر جميل جدا. وتخليها يعني تطيب على نار هادئه، ومن بعد نوريكم. كي تشوفيها حمارت من تحت قلبيها يعني بسهوله. انا تنقلب لي بسهوله، يعني راني رافده على بالك الهاتف ونصور لكم. شوفوا حمارت ما شاء الله يعني. ويجي يعني تجي الحبه يعني كبيره. وديري على بالك 3 حبات في طبسي تعبر لك الطبسي. شوفوا كي جات ما شاء الله، جات يعني تشهي وطريه ما شاء الله. باسكو علاه انا ما نديرش ربع تاع دهان في كما يديروا كاع يعني الذين لديهم قنوات في اليوتيوب. لا، نزيد على ربع تاع الدهان حتى للنصف، يعني قريب للنصف، باش تجي هنا الشيشه وتجي ما شاء الله. شوفوا ثاني هذه كي جات. شوفي سيدتي، ضروك حنا نعسلوه. اذا كان يعني القريوش بارد
انتي دفي العسل، يعني دفيه واستعملي اي عسل، يعني الا بغيتي خدميه في الدار بصح ثقليه ما تديريش ما، يعني وتديري. انا درت فيه شويه ما زهر، يعني شريته صدته يعني ثقيل بزاف. انا نعسل وحده معاكم و ميم طون يعني نوريكم واحد الدوباره ايضا. شوفي هنا يعني انا يعني جيبي هذا الطبسي وزيدي فوقها كسكاس باه اللي يطيح في الكسكاس يطيح هنا، خاطر العسل غادي يطيح لك. فسيداتي هذه هي كنت درت هذه، شوفوا كي جات ما شاء الله. ندير معكم واحده اخرى. شوف هنا نعسلوا هذه مع بعض. شوفي ما شاء الله جات تشهي، يعني هذا القريوش كاع اللي كلاه عجبه. هكذا وديريه هنا، شوفي ديريه هنا ومن بعد تسهلي على روحك الخدمه وديري يعني الجلجلان. تبغي يعني الجلجلان تقليه ما تقليش نورمال حاجه عاديه. ونديرو هنايا باش كيما نقولوا حنايا يطيح داك الحسل اللي الفائض يعني. وجربوه يجي ما شاء الله. شوفوا جاي شهي، جات الحبه ما شاء الله جات. شوفوا غير وحدها يعني تتفتت، باسكو انايا نزيد فيه قلت لكم الدهان، ما نديرش ربع دهان، نزيد على فوق ربع دهان شويه يعني باصبع باش يجيكم يعني يجيكم طري. باسكو بزاف اللي يدوروه غير بربع يعني السمن ولا دهان وما يجيش طري كيما مدي تكثري شويه يعني تزيدي صبع كيما قلت لك. هذا هو القريوش تاع القوطيك، ودرت لك كل النصائح والخطوات باش ينجح لك سيدتي. أرجو أن تشاركوا هذا الفيديو لتعم الفائدة، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.